بقي عليها 3 أسابيع فقط. بالظبط، استنى ال 15 يوم دول. استنى، ولو ما مشيش كلنا هننزل له. ايوه، عايزك انت بقى تثبت على الكلمه دي، ان لو ما مشيش او لو اتزورت الانتخابات او الانتخابات تمت بطريقه ال3 ورقات المعتاده وقالوا لنا ده احمد شفيق هو الرئيس والشعب اختار الرئيس، يبقى كلنا هننزل وكلنا ساعتها هنبقى في كل حته. ليه هو لو احمد شفيق كسب في الانتخابات هتنزلوا ضده؟ اصل احمد شفيق مش هيكسب، هو مش هيكسب غير بطريقه ال3 ورقات. لا يا فندم، نفترض جدلا بعد اذن حضرتك يا باشمهندس ان الفريق احمد شفيق كسب في انتخابات حره. لا، حره مباشره، اسمها ضربه حره غير مباشره بيرفع فيها الحكم ايده. لا يا فندم، انا بتكلم ان الفريق احمد شفيق يكسب في انتخابات بنسبه ايه؟ ياخد هو 51%. لا ما هي دي بتبقى ملعوبه، مفهومه العمليه. إيه؟ يعني هتبقى مفهومه برضه، ملعوبه معروفه، يعني مش هتخدع الشعب المصري. هو احنا مش هنلاقي هو اي حد. طب لو مين كسب يا دكتور عاصم؟ هو انت عندك حاجتين، اما ان هناك تزوير يبقى الشعب يثور على اللي ماسك التزوير بيبان، التزوير الناس تبقى عارفاه. طب اكمل لك اتفضل. اما ان هينجح بالتزوير يبقى الثوره هتبقى موجهه ضد اللي ماسك الفتره الانتقاليه اللي فضل يوعدنا الانتخابات نزيهه وبعدين زورها، واما هفترض جدلا معاك وده كلام مش صحيح لكن هفترضه جدلا ان هو مش تزوير. طب مش عايزين احمد شفيق بقى، ما زي ما صورنا على حسني مبارك هنصور على احمد شفيق. طب انت عايز يعني مين؟ كل ده عشان بس ما البلد تستقر قولوا لنا عايزين مين ونجيبه. لا مش عايزين، الشعب مش عايز النظام القديم. لا الشعب ازاي اذا كنت حضرتك اهو الراجل نازل في الانتخابات. يعني خليك معايا، سيبك من احنا عايزين، يعني عايزين النغمه بتاعت ان الاسلاميين هم اللي بيلعبوها. لا، الشعب مش طايق حسني مبارك واللي معاه. امال صار ليه؟ يعني لو الشعب كان زعلان من حسني مبارك وماضي انا احمد شفيق، طب ما جابوا لهم رئيس وزراء ما كانوا سكتوا. لا، الشعب مش عايز حد من ريحه النظام القديم دي من النهايه، وهيصور هيجيبوا لنا واحد بالتزوير هنصور، هيحلفوا بالايمانات المغلظه ان مفيش تزوير حصل هنقول لا كذابين والشعب نازل. هل تتصور ان بعد سنه ونص وصابرين على قرف المرحله الانتقاليه وعلى الاخطاء اللي تمت والمقالب اللي شربناها كل ده عشان احمد شفيق يبقى هو رئيس الجمهوريه؟ لا احنا نشيله من الانتخابات من الاول ليه؟ طب وجع القلب. طب ما عملوا له القانون بتاع العزل السياسي. لا انت طب قول لي بس عايز مين عشان نظبط احنا طيب باشمهندس ايه رايك؟ طيب بلاش احمد شفيق، طيب اي حد تاني يفوز بس ما يكونش تيار ديني هتقبل بيه؟ يفوز حمدين. نعم يفوز حمدين هنديله تعظيم سلام. وعمرو موسى يفوز خالد علي هنديله تعظيم سلام. وعمرو موسى لما ده تبع اسمه ايه؟ ده تبع اسمه ايه؟ قال لك ده تبع اسمه ايه؟ شكرا باشمهندس عاصم، واضح ان البلد جميله. مش كده جاي على الشباب الصغير اللي هو 22 تبقى طياره لوفتهانزا ان شاء الله. مش كده؟ بتطلع الساعه 4 الصبح زي الفل وبقولوا لي النتيجه وانا في فرانكفورت. طيب